بونسوار ميزامي كومون allez-vous. مساء الخير عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع اول بارت في الوحده الثانيه، الجزء الاول في الدرس الاول. الوحده اسمها ايه؟ لو كلوب دي غورمون، نادي محب الطعام. يعني في الوحده دي هنتكلم عن الاطعمه والاماكن اللي نشتري منها الاكل وكل حاجه متعلقه بالاطعمه والطعم ايه، ومثلا يعني كل حاجه متعلقه بالجزئيه دي من خلال كلمات، مواقف وجزء القواعد. يلا بينا. اول حاجه هناخد افعال التجزئه. افعال التجزئه يعني الافعال اللي بجيبها مع الاشياء التي لا تعد وبتدل ان انا باخد او احصل على او بتناول او اشرب جزء منه. عندي فيرب مونجي يعني ياكل، ببدا اصرفه مجموعه اولى. جي مونج مع تو مونج، il elle on mange، نشطب اخر حرفين ونحط النهايه، يبقى انا شطبت ب ار وبدات احط النهايات. مع النو مونجون، ومع النو بنسيب الحرف ده ونحط له الناس عشان النطق بتاعي. فو مونجي، il ou elle efficace mange، انت. فيرب بوار يعني يشرب، فعل مجموعة تالتة بنشطب حرفين، وببدأ مع الجو بحط اس جو بوا، ومع التو اس تو بوا، ومع ال والالتي البوا البوا اون بوا. مع النو الفعل شكله بيتغير خالص بسبب ان الحروف لما بتتحط جنب بعضها واجي انطقها ما بيعرفش، فبيحصل التغيير في الفعل. يعني فكرة تغيير الحروف مش حاجة كده وخلاص، هي بسبب نطق الحرف ذات نفسه والفعل. يعني مثلا فيرب بوار، انا لو شطبت الحرفين حطيت اللي هو الناس مش هعرف اقول بوا او. طب اعمل ايه؟ الاو ديت هتتحول الى يو واحط في من عندي بيفون، وفو هنا بيفي، الو ال بواف، يبقى حرف الفي جه معايا هنا عشان يثبت نطق الفعل. فيرب بروندر يتناول، هنشطب حرفين، ومع الجو بحط الاس، ومع التو بحط الاس، ومع ال والال مش بنحط حاجه، التي والدي اخوات. مع النو بنشيل الدي عشان اسهل نطق الفعل، هيبقى برونو واناس. مع الفو بروني زد، ال وال افيكاس هنضاعف الان، نحط ان كمان وبعدين الاي ان تي. جي برون، تي برون، ال وال وان برون، نو برينون، فو بريني، ال وال برين. يبقى دي اول حاجه. بعد كده اداني كمان فعل يا جماعه اسمه فولوار، يريد او يرغب، ده كان علينا في سنه تانية ثانوي. فانا ببدا اصرف الفيرب، باخد اول 3 حروف واعمل فيهم تغيير بسيط كده. بقول هنا جو فو، ومع التو زيها تو فو، ومع ال والال والان il elle on veut. تمام. مع النو فولون، مع الفو فولي، il ou elle efficace veulent et. تمام. يبقى انا كده جمعت الافعال بشكل سريع. في افعال تانية عندي مثلا فيرب زي اشتري، اشتري حاجات لا تعد زي اكل وشرب، افوار يمتلك او لديه. يبقى اول حاجه عندي انا بدات اخد الافعال اللي انا هستعملها. تمام. ايه بقى اول حاجه عندي هنا؟ عندي اسمها الارتيكل بارتيتيف. يعني الارتيكل بارتيتيف ادوات التجزئه. ادوات التجزئه اللي يا جماعه عندي اللي هي دو، وبعدين هبدا احط وراها الاسم. والله الاسم ده لو بادئ بارتيكل ديفيني ماسكولين، يعني بدأ الكلمه اللي وراها اللي انا هجزئها واتكلم عنها واخد منها جزء مذكر، هيتحصل لها ادغام تبقى دو. الاسم اللي عندي لو مؤنث يبقى دولا. شبه ما كنا اتكلمنا عن الرياضه، الاسم لو عندي بادئ بمتحرك هتبقى دو الابوستروف. الاسم عندي لو جمع هتبقى دي. يبقى انا شايفه تغييرين، تغيير حصل في الدو والدي. يبقى ادوات التجزئه. طب ترجمتها ايه يا جماعه؟ يعني انا عايزه اترجم ادوات التجزئه دي كلها، كل ده بمعنى جزء من او بعض من. تمام. هي عباره عن اداه انا هحطها قدام الحاجه اللي انا مش بعرف اعدها، بس بثبت للي قدامي ان انا باكل جزء من ده، بعض من ده. انا معرفش اعد الميه، معرفش اعد الرز، معرفش اعد السكر، فانا بقول والله انا عايزه رز وسمك.
يعني جزء، يعني وجبة، يعني طبق، يعني كمية معينة هتتحط لي. تمام. انا اشرب كوب من المياه، كوب من، يبقى اما قلت كوب من المياه ما اعرفش اعد المية، ولكن انا لما مليت الكوباية مية انا اتكلمت عن الكوب وليست المياه. الكوب ده محتواه مية، فانا بستخدم الاداة مع الحاجات اللي انا مش بعرف اعدها. انما لو عديت انا اكلت تفاحة 2 3 يبقى العدد اللي انا اكلته. تمام. نبدأ نشوف بعض الأكلات المذكرة أو كده هنستخدمها. عندي مثلا لوري الأرز، لو بولي الفراخ، عندي لو بواسون السمك، عندي لو فروماج الجبنة، عندي مثلا لتي الشاي، لو كافيه، عندي مثلا للي اللبن، عندي لو بان الخبز، عندي لو بور الزبدة، بور يعني زبدة، عندي لو ياغورت الزبادي. فدي حاجات مذكر أنا هبدأ أكون منها جملة. فأنا لو اتكلمت قلت أنا أتناول الأرز والسمك، هل هنا باكل كل الرز والسمك اللي في البيت ولا جزء؟ فأنا لو قلت هنا je prends le riz et le poisson، الجملة كتركيبة غلط. اللي ديت معناها الكل، ولكن انا باكل من الرز ومن السمك. يعني انت بتاكلي ايه؟ اكل رز وسمك. ابص كده الاقي قدامك طبق فيه حاجه بسيطه، يبقى لازم ادخل الدو معايا هنا علشان تجيب لي الجزء. يبقى دي لا ودي لا، هتحولها وصل لها كونتراكتي ادغام. يبقى انا هقول هنا جو برون انا اتناول دو ري et du poisson. تمام. يبقى انا عندي هنا ادوات التجزئه مع فعل يتناول او ياكل او يحصل على او يشتري اتحولت معايا للمذكر على حسب الاسم. نشوف ده اختياري عليها. اول جمله عندي بيقول جو فو تي شو، انا عايز شاي سخن. يبقى لما رحت مطعم او كافيه او مكان بيقدم فيه شاي فانا قلت له سمعت انا عايز كوبايه شاي سخنه، عايز شاي ساخن. يعني انا عايز الشاي اللي عندك كله ولا جزء؟ اكيد يا جماعه كوبايه. فانا ما قلتش هنا العدد اللي انا عايزاه، بس انا قلت انا عايزه من الشاي السخن اللي عندك. يبقى بعض من، يبقى كلمه تي مذكر يبقى هاخد لها دو. اللي بعدها المونج بولي، بولي يعني الفراخ المطبوخه او المسلوقه او المقليه، يعني الفراخ اللي هي مش حيه. طيب هو بياكل فراخ، لو قلت بياكل فراخ حيه فراخ مطبوخه او مقليه او كده، يعني كلمه فراخ هنا جاهزه للاكل. ما بياكلش كلها، اكيد انا شايفاه قدامه قطعه منه، وانا ما قلتش بقى كلمه قطعه، انا اتكلمت بتوتال الكلام انه بياكل فراخ بس هو قدامه جزء. يبقى المونج دو بولي مذكر. إليا يوجد، طب ده فيرب ايه؟ فيرب افواغ يا جماعه. كافيه اسي، رحت هنا كافيه وقلت له سمعت عندك كافيه هنا، يعني في قهوه عندك، يبقى القهوه يعني جزء من تعمل لي فنجان او 2 أو 3، يبقى برضه هاخد الدو. يبقى انا دلوقتي بتكلم التجزئه يعني الاشياء التي لا تعد. انا ما ينفعش اقول له اروح لبتاع الفاكهه اقول له هات لي برتقال، فهو الراجل اكيد فاهم ان انا هاخد كيلو 2 3 4 5 6 قفص 2، المهم هاخد جزء من اللي عنده، جزء من اللي عنده ايا كان الكم اللي انا هاخده، المهم الجزء ده. الكلمه اللي انا بحكي عنها دي هل مذكره هل مؤنثه؟ طيب يا مس انا عايزه افهمها بطريقه اكتر. الدو ديت عباره عن الدو واللو، صح؟ فانا بقول له لو سمحت عندك من الكافيه النوار القهوه الساده، يعني عندك قهوه ساده اعمل لك قهوه ساده، فطبعا دول حصل لهم ادغام. اللي فوق المونج دي بولي هو بياكل من الفراخ، يبقى الدو مع اللو حصل لها كونتراكتي ادغام. ففكره التجزئه انه بياكل من الحاجه، بيشرب من الحاجه، عاوز من الحاجه، فكمان دي اساسيه معايا اللي هي الدو، والحاجه دي مذكر يبقى اللي تدخل مع الدو يحصل لها ادغام تبقى دو. تمام. يبقى دي اول حاجه مذكره عندي. المؤنث زي مثلا اما اقول هنا لا كونفيتور، كونفيتور يعني المربى. تمام. عندي لا بوم التفاح، عندي مثلا اللحمه بتاعت الجزار اسمها لا فيوند اللحمه،
عندي العيش الطويل اسمه باجيت. باجيت خبز فرنسي، تمام، العيش الفرنساوي. انا عايزه اكون جمله من المؤنث اللي عندي، مفيش مشكله. طب ما انا ممكن اخلي الجمله مذكر على مؤنث، ايه المشكله يعني؟ لو قلت هنا جو مانج، انا باكل دو ري، يبقى يا جماعه انا معايا طبق من الارز، باكل من الرز اللي موجود اللي ماما عاملاه، و دو لا فيوند، يبقى انا عندنا لحمه ورز، تمام. اللحمه مؤنث، دي اللحمه الحمراء بتاعت الجزر، تمام. يبقى دو ري دو لا فيوند، انا باكل من الارز بعض من الارز وبعض من اللحم، يبقى انا هترجمها كده، انا باكل جزء من الارز وجزء من اللحم، بعض من الارز وبعض من اللحم. هنشوف مثال اختياري. عندي الجمله هنا بيقول لي il veut confiture، هو رايح مثلا السوبر ماركت، عاوز من المربى اللي هناك، هيشتري مربى، اكيد هياخد برطمان 2 3 حاجه من اللي موجوده، ولو قدامي طبق وانا حاطه فيه مربى مثلا، فانا خدت المعلقه وخدت جزء بالمعلقه كده من اللي موجود على لقمه العيش مثلا. يبقى هنا الكونفيتور مربى مؤنث، يبقى هو يريد من المربى، من وقال اهو، او بعض من. جاشت، انا اشتريت خبز، كلمة باجيت مفرد، تمام، يبقى دي مش نافعة معايا، ومؤنث يبقى دي مش نافعة معايا. طيب وجمع، لا يا مس، هو يريد من الخبز، عايز من العيش اللي هناك ده لو سمحت، يبقى دولا، تمام. طيب انا هدي مثالين تحت بعض وعايزاكم تقولوا لي انا هترجمهم، الفرق بين الاثنين. ايه الفرق لما اقول جو فو دو بولي، تمام، جملة زي دي. الجملة الأولى دي جو فو دو بولي، لما باجي هنا بقول جو فو دو بولي، أريد من الفراخ، أريد من الفراخ، يبقى أنا عايزة جزء من. جو في أن بولي، الآن هنا أداة النكرة، قلنا على الحتة دي كتير قبل كده وهي من سنة أولى. أدوات النكرة هي أداة نكرة وفي نفس الوقت رقم، يعني دي رقم واحد. جو في أن بولي، ببدأ أقول هنا جاشيت دو لا باجيت، يعني أنا أشتري من الخبز، جاشيت إن باجيت أشتري رغيف. أما أقول هنا جاشيت إن باجيت يعني أشتري رغيف واحد فقط. عندي اللي بادئ بمتحرك لويل، عندي كمان كلمة أونيون بصل، تمام. نشوف كده سهلة خالص. أنا هبدأ أقول والله جو بوا، أنا بشرب، ورحت عاملة كلمة أو فواد، أو فواد يعني مياه باردة، مياه ساقعة. فأنا هقول هنا الدو أبوستروف، الأبوستروف، الأبوستروف، الدولار. فأنا بشوف إن المية كلمة بادئة بحرف متحرك، سواء كانت مذكر أو مؤنث مش هتفرق معايا هنا، لأنها بادئة بفويال. طبعا مش هاخد الدو أبوستروف لأن فين الأداة بتاعت مية، طب هاخد دي، طب فين التجزئة بتاعت فعل بوار، يبقى دو لا أبوستروف. مامان مي دو لويل سور لا فيب، ماما حطت زيت على الفول. انا هنا كاتبه الجمله، انا عايزه الصفه للفول. انا عندي كلمه ميه وكلمه زيت، كلمات دي مؤنثه بادئه بفويال، فالصفه بتاعتها مؤنثه، يبقى ويل مؤنث، يبقى شود، حطت يعني شويه زيت ساخن على الفول، دكور. عندي بقى الاسم جمع زي الفروي زي الليجوم زي البوم. طبعا دي بعض الكلمات الجمع لما اقول جمله كده، جو فو انا اريد، دي فروي انا عايزه، دي فروي انا عايزه من الفواكه اللي هنا، تمام. يبقى انا هنا خدت الاداه الجمع هنا واضحه جدا معايا. هنا on mange poisson، poisson هنا جمع، بناكل اسماك كتيره، انواع كتيره من الاسماك، يبقى دي. je voudrais coca، عندي كوكا كلمه مفرد مذكر، يبقى دو. allez prendre limonade، الليموناد اللي هو الليموناده، تمام، اللي هو الليمون، عصير الليمون، ده كلمه مؤنثه، يبقى دولا، دكور. عندي هنا حالة النفي بتتحول أدوات التجزئة والنكرة إلى دو أو دو أبوستروف، هتبقى بمعنى أي. دي خدناها في أول درس في الوحدة الأولى وبنعيدها تاني. يبقى لو لقيت النو والبا، تمام، أركز إن في نو وبا وفعل تجزئة، يأكل، يشرب، يريد، يشتري، كل الأدوات اللي عندي هتبقى دو أو دو أبوستروف، وأحط وراها الاسم مفرد أو جمع. طب النفي هنا بيدل على ايه؟ بيدل ان عدم امتلاك الشيء، اكل الشيء، شرب الشيء، الحاجه دي ما عادتش موجوده عندي خلاص، تمام. يبقى اول حاله عندي امتى هختار الدو الاساسيه يا جماعه؟ هي مش الدو الاساسيه بتاعت ادوات التجزئه، هي الشكل هنا، يعني بالبلدي كده امتى هختارها؟ اول حاجه عندي لو عندي نيجاتيون في الجمله، نفي في الجمله، فانا هنا النفي وقع على الفعل الاساسي اللي هو يريد. انا مش عايزه اي فراخ، يبقى يريد الشيء، يبقى مش عايز الشيء، يبقى في الحاله دي انا لازم اثبت ان الحاجه دي انا ما عدتش عايزاها خالص، يبقى هاخد الدو الاساسيه.
لان الدو المذكره دي عباره عن من انا عايزه من الفراخ، فانا هقول له مش عايزه من الفراخ، بس هكون عايزه من حاجه تانية. انا هنا جمله واحده بس منفيه، معناها ان الفعل ده اتنفى خلاص نفي مطلق، يبقى الحاجه اللي انا عايزاها مش عايزاها. اثبت ان انا مش عايزه دي ولا امتلك دي ولا باكل دي ولا عاد موجود ده، يبقى دو او دو ابوستروف. ان يا با التعبير ده خدناه من سنه اولى ثانوي. ولا يوجد، ما عادش موجود اي ميه، لا مياه غازيه ولا مياه معدنيه ولا مياه عاديه ولا يبقى ما فيش اي مياه موجوده نهائي. عدم وجود المياه خالص باي نوع من انواعها. هاخد ايه؟ طب دي لا، لان دي جامعه اولا. طب الدي للجمع لا، ده في نفي اهو. يبقى الميه اللي انا كنت عايزه منها مش موجوده اصلا، يبقى دو ابوستروف. المونج با هو ما عادش بياكل اي زبادي، يبقى الزبادي ده ما بيشتروش اصلا ولا في البيت اساسا. يبقى انا بحكي ان الحاجه اللي كنت بجيبها دايما خلاص ما عدتش بجيبها. ان مونج با دو ياغورت. طب الايكراك ودي حته هنقولها واحنا بنشرح الكلمات، حرف ساكن يبقى هتاخد الدو. داكور تمام. هنا مكرره دي هتبقى دي للجمع. ماشي، فهمنا كده الفكره ازاي؟ عندي هنا تاني حاجه اسمها ظروف الكميات، adverbe de quantité. بستخدم ظروف الكميات ليه؟ هي مش عشان الكميه، هو بستخدمها في اللغه علشان تدل على كثره او قله تكرار الفعل. يعني الكلمات دي مستقله كده في الفرنساوي من غير حاجه تربطها. كلمه بوكو كثيرا، ان بو قليلا، تخو ازيد من اللازم، اسي الكافي. طب هنا الملحوظه انا كاتبه لو انا هستخدم فعل تجزئه وبعدين هجيب وراه الكلمات دي، فبالتالي الدو والدو والابوستروف والدو الكلام ده كله هيتحول معايا الى دو او دو ابوستروف، واحط وراه الاسم مفرد او جمع. انا عايزه اشوف اصلا ظرف الكميه بتحط فين في الجمله العاديه، وازاي انا هحول مع الدهات. يلا بينا. ظروف الكميات معايا هي كلمه بتتحط بعد الفعل مباشره. انا دلوقتي في الجمله دي انا بقول جمانج، انا باكل، ما حددتش انا باكل ايه بالظبط، انا باكل بشكل عام، يبقى فعل الاكل. هقول هنا بوكو كثيرا، داكور. يبقى انا حطيت الظرف فين يا جماعه؟ ظرف الكمياء بعد الفعل على طول، بيدل على كثره فعل الاكل. تمام. طب الجمله اللي بعدها نلاحظ لما اقول جو مانج دو بولي، انا باكل من الفراخ دي بوكو كثيرا، يبقى انا حددت نوع معين من الاكل انا بكرر اكل فيه دايما اللي هو الفراخ، وبرده حطيت ظرف الكميه في الاخر خالص بعد ما كتبت الجمله. حلو. طيب يا مس ما ينفعش ان انا ادخل ظرف الكميه ده جوه الكلام، يعني انا مش عايزه اخليها في الاخر، انا عايزه اجيبها بعد فعل مين؟ مونجي. نركز بقى كده. فانا هقول جو مونج، انا باكل، وبعدين احط كلمه بوكو كثيرا. في الحاله دي انا مش هينفع اسيب الدو، لان انا جبت الاسم هنا ورا كلمه بوكو، فانا حجمت الاسم ان الاكله دي باكل منها كتير. طب ما هي نفس معنى الجمله اللي فوق، هي نفس المعنى، ولكن الترتيب يختلف. يعني لو بوكو دخلت معايا جوه الكلام يبقى الدو دي تتحول الى دو، ودي كلمه بولي. طب في ناس بتحفظ الحاجه كده مفيش مشكله، ولكن انا دايما احب انوه عن فكرتها. تمام، جات ازاي وليه وعشان ايه. يبقى كلمه بوكو لما جت مع فعل مونجي فهي تجزئه، اضطرت التجزئه تتحول الى دو. كلمه بوكو اتحطت في الاخر يبقى الجمله عادي خالص مفيش اي مشكله. هنشوف اكزامبل اختياري كده. لو قلت هنا il veut هو يريد، انا هنا قلت هو يريد كافيه، انا الجمله كامله اصلا. هو عايز كافيه كتير يا جماعه، كتير، اديله كافيه على طول، او قليل، مش عاوز كافيه كتير، عاوز حاجه بسيطه. الفيديو كافيه جمله كامله ما فيش اي مشكله، يبقى ب قليلا من غير ما احط اي حاجه لان مش هكمل كلام وراها. البرون كافيه هو يتناول كافيه، كافيه فيها اداه، لا انا عايزه بقى الاداه بتاعتها اللي هي التجزئه اصلا بتاعت الفعل والاداه. طب ب من غير حاجه، لا تريب معنى جدا، لا يبقى بو دو. يبقى لو انا هختار في نص كلامي ومعايا فعل تجزئه بياخد دهات ومعايا كلمه اكل او شرب او لازم اجيب الكلمه دي بالدو بتاعتها اللي ما بتتغيرش، دو ابوستروف. هنهي كلامي بيها يبقى من غير اي دو. دكار. يبقى دي فكره ظرف الكميه. عندي هنا تاني حاجة أفعال الشعور، إيمي أدوغي بريفيري ديتستي، ما بتاخدش غير أدوات يا لي يا لا يا إلا أبوستروف يا لي في الإثبات أو في النفي. نشوف إكزامبل كده. لو قلت جيم أنا أحب تشو شاي سخن، هل أنا بشربه؟ أنا تعبير عن رغبتي أو شعوري غير لما أكون بأكل وأشرب وأتناول. خدت الدو، خدت اللو، خدت الدولا، خدت اللا. تمام. الجملة اللي بعدها جو نيم با،
هنشوفها دلوقتي. أنا لا أحب، رحت عاملة تي شو، خدت دو، خدت لو، خدت دولا، خدت لا. الجملة اللي بعدها j'aime beaucoup. تمام، أنا أحب كثيرا. هبدأ أشوف الاختيارات عندي هنا، وأنا قلت قبل كده ركز على الفعل أجيب الأداة. جيم تيشو، جيم يحب، فعل يحب ما بياخدش دهات. أشطب دي، أشطب دي. الشاي مذكر هاخد اللو. جو نيم با، أنا لا أحب، يبقى هنا هناخد اللو. جو نيم با، أنا لا أحب. طب يا مس ده فعل يحب منفي. والله أنا قلت الفكرة، الفعل الأساسي معناه إيه؟ يحب ولا يحب، الاتنين زي بعض، يعني النفي ما يأثرش عليه. دكار، يبقى عندي لا يحب زي يحب برضه هياخد الأداة. دكار. طيب الجملة هنا جيم بوكو، أنا عندي يحب. طب يا مس ده في كثيرا، أنا ماليش دعوة بكثيرا، أنا قلت دي كلمات زيادة عشان تسري الجملة، ولكن الجملة الأساسية يحب. كثيرا مش كثيرا، المهم يحب ما بياخدش دهات. أشطب دي وأشطب دي. يحب كثيرا الشاي، يبقى الفعل يجيب الأداة يا جماعة. دكار. جيم بروندر، جيم بروندر، أنا بشتغل هنا على الفعل التاني في المعنى يا جماعة، الأساسي لفيرب بروندر. أنا أحب تناول يبقى بروندر هياخد الدو. يبقى لما يكون عندي فعلين، الأول ميول. دلوقتي يا جماعة عندي فعلين، الأول ميول والتاني مصدري. أنا هشتغل على المصدر لأن المصدر هو المعنى رايح له. ده مساعد اللي هو بيعبر عن الشعور. أحب تناول الفراخ، أنا لا أحب تناول. طب يا مس المنفي مين؟ الأساسي مين في المعنى؟ الأساسي فيرب بروندر. يبقى أنا عندي هنا ده الفعل الأساسي بشتغل عليه اللي هو جنب النقط. طب اللي تحت برضه هو ده الفعل الأساسي. طب النفي فين؟ النفي مش على الأساسي، النفي على اللي قبله، ماليش دعوة، يبقى هاخد دو. طيب دي طريقة شرحناها بيها، وطريقة تانية وقلنا نبسط الدنيا. لو جاني فعلين ورا بعض، الأول ميول، تمام، الثاني بيبقى مصدر، الثاني بيترجم كأنه اسم، فبالتالي بيبقى فاعل وبعدين فعل اللي هو الفعل الأساسي الميول، واللي بعد كده بيبقى كله المفعول. يعني ادي يا جماعة فاعل فعل وده على بعضه كلمة واحدة، فاعل فعل منفي وده على بعضه كلمة واحدة. أكمل الكلمة بطبيعتها، يعني بروندر ياخد دو، بروندر ياخد دو. طب يا مس منفي، هو الفيرب بروندر اتنفى؟ لا، يبقى اختصار للموضوع علشان ما احطش نفسي في مشكلة كبيرة. إذا جاء فعلان متتاليان، الأول ميول والثاني مصدر، اشتغل على الثاني، ما بيتأثرش بنفي ولا أي شيء. دكار. تلخيص الموضوع ده كله إن عندي أفعال تجزئة طبيعتها هتاخد وراها الدو اللي هتتغير للأشكال بتاعتها، الدو والدولا والدو الابوستروف والدي. والله في حالة النيجاسيون، في حالة النفي يكون هنا فعل تجزئة. تمام، كل ده هيتحول معايا لدو او دو ايه ابوستروف. ولما يكون عندي ظرف كمية زي كلمة بوكو، زي كلمة امبو، كل ده هيجي ورايا دو ابوستروف، عن شرط يكون فعل تجزئة. دكار. والحتة التانية لو عندي فعل ميول، تمام، زي يحب ويعشق ويفضل، هيجيب والله يا ليه يا لا يا الا ابوستروف يا ليه، وما بيتأثرش بنفي. ولو جاني فعلين ورا بعض، الأول مصرف الثاني مصدر، يعني الأول ميول، هنركز على الفعل الثاني وآخد على أساسه الاختيار. تمام. إن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا معايا أول جزء في الدرس، وإن شاء الله لنا لقاء آخر مع الجزء الثاني. أتمنى أشوفكم على خير يا رب. أوفر.